شاب بيلبس النقاب. الشاب ده كان عاصي جدا، وكانت متعته في الحياة إنه يلبس النقاب ويدخل حمامات النساء في الأماكن العامة ويفضل يتفرج عليهم. عيب تشوف اسم سيدنا محمد قدامك وما تعملش إعجاب ولا حتى تصلي عليه في التعليقات. الشاب ده بيقول إنه فضل سنين يعمل كده وربنا ستره، لحد ما في مرة وهو في حمام النساء بنت اتسرق منها خاتمها الذهب، فصرخت وعيطت على الخاتم، فقفلوا باب الحمام ومنعوا أي ست من إنها تخرج غير لما تتفتش. والولد كان هيموت من الرعب، لأنهم لو فتشوه هيتكشف أمره وهيتفضح فضيحة الدنيا كلها هتعرفها. وقفوا النساء طابور وبدأوا يفتشوا واحدة واحدة، والشاب وقف في آخر الطابور. فضلوا يفتشوا لحد ما اتبقى 2 وهو كان تالتهم، وهو مرعوب والندم مال قلبه. استغفر ربنا وقال: يا رب استرني وهتوب يا رب. وسبحان الله، الستار يلاقوا الخاتم مع آخر واحدة، ويخرج الشاب بستر ربنا عليه ويتوب فعلا لله.